يعني هي الكورة دي حاجة صباح الفل، الكورة دي حاجة إحنا أصلًا بنرفّه بيها عن نفسنا. كلمتين مهمين عايز أقولهم وأتمنى الناس يكون عندها سعة الصدر الكافية، يعني ممكن اللي متابع شوية السوشيال ميديا هيبقى شايف اللي بيحصل من امبارح والترند اللي طالع من امبارح وقصة إن إحنا نهاجم ونتكلم، وفي عندي كلمتين بصراحة عايز أقولهم رأيي وأتمنى إن الناس يعني يبقى عندها القابلية الكافية إن إحنا نختلف في الآراء أو نتفق في الآراء من غير ما نخوّن في بعض، من غير ما نغلط في بعض، من غير ما أقول لفلان أصل أنت لجنة أو أقول لك فلان أصل أنت بتدوّر على reach أو أقول لك أصل أنت فلان أنت بتطبّل لفلان يعني أتمنى إن الناس تسمعني. الكلمتين دول بكل صراحة هم لمشجعين النادي الأهلي فقط، ونحط قوسين كده جنب كلمة فقط دي، لأن أنا عارف إن اللي بيحصل حاليًا ممكن مشمت شوية ناس فينا، فأحب أقول لهم لو حد منهم قاعد بيتفرج على الفيديو دلوقتي، أي حد بينتمي لنادي الجرابيع أو لأيًا كان من أندية الجرابيع، عشان عارف الكلمة دي بتوجعكم شويتين، لو عندك زي ما بتقول يعني بعض من الكرامة، يعني بافتراض إن أنتم نادي الوطنية والكرامة والحاجات اللي أنتم بتدعوها وهي مش موجودة عندكم دي، لو في حد فيكم عنده ب2 جنيه كرامة يا ريت تطلع تقفل الفيديو من فوق ولا تعمل لايك ولا تعمل شير ولا كومنت ولا تتفرج على الفيديو أصلًا، يا ريت تشوف أنت رايح فين، لأن الحقيقة ما بادوّرش على إن حضرتك تتفرج على الفيديو ده خالص، مش مهم بالنسبة لي مع كامل احترامي للجميع. طبعًا لو في شخص سوي سواء زملكاوي أو أيًا كان بيتفرج على الفيديو، في ناس محترمة الواحد يعرفها يعني على دماغي من فوق، بس أنتم طبعًا عارفين الكلمتين الأولانيين دول موجهين لمين. هافكّركم وافكّرني تاني قبل ما نخش في موضوع الحلقة، لأن الطبيعي إن إحنا بيبقى عندنا الكلمتين المهمين اللي في الأول، ففي كلمتين مهمين برضه لازم هنقولهم، هنقول يا جماعة دول أخواتكم في السودان، عشان اللي بيحصل هناك حاجة ما يتسكتش عليها، يا جماعة دول أخواتكم في لبنان، اللي مشكلتهم مشكلة مباشرة مع اللي ما يتسموش مع ولاد المتسخة، ربنا ياخدهم واحد واحد وواحدة واحدة ونخلص منهم باذن الله. فادعوا لاخواتكم في لبنان لان برضه عندهم كميه شهداء وكميه مصابين، ربنا يعينهم ويصبرهم يا رب ويعدي الفتره دي على خير. وتاني وتالت ورابع ادعوا لاخواتكم في فلسطين، ما تنسوش وما تيأسوش، ما تبطلوش تتكلموا عليهم، طلعوهم ترند تاني، طلعوهم ترند، الناس دي تستحق انها تبقى ترند، حتى لو في ناس هتركب على الترند وفي ناس هتتكلم في الموضوع ده، ويمكن ده هنروح شويه لحته الناس اللي بتركب على الترند كمان شويه. بس يعني في كلمتين مهمين في القصه دي، ان تاني وتالت وانا عارف ان انا قلت الكلام ده كتير فمعلش سامحوني بس هعيده تاني، ان انا ما عنديش مشكله ان الموضوع يطلع ترند حتى لو في ناس هتستغل الترند ده. لما تلاقوا حد بيقول كلمتين او كاتب كلمتين عن فلسطين او عن غزه، ساعدوا الناس دي باللايك وبالشير وبالكومنتس، الناس دي اكتر ناس تستحق انها تنتشر وتتكلم، الناس اللي محتواها عباره عن دعم لفلسطين او بتنقل لك الاخبار في فلسطين، ساعدوهم وادعوا لهم، وباذن الله ان شاء الله ان شاء الله هنعيش ونشوف اخواتنا منتصرين والخريطه كلها مكتوب فيها فلسطين. الموضوع اللي عايز اتكلم فيه دلوقتي بكل صراحه مفيش اسهل من ركوب الترند، او مفيش اسهل من ان انا اقول الكلام اللي الاغلبيه هتوافقني عليه، بمعنى سامحوني شويه يعني في اللي هيتقال، بس مفيش اسهل من ان انا النهارده اشوف الموجه رايحه فين واطلع اتكلم، مفيش اسهل من ان انا حتى مش هتعب نفسي في ان انا اقول رايي، هجيب بوست واحطه قدامي وافتح كاميرا الفيديو واطلع اقرا البوست وهبقى كده شاب جامد بيفهم، لان ده البوست اوريدي اللي اغلب الناس متفقه عليه، فانا هطلع اقرا البوست في فيديو قال يعني انا كده صانع محتوى، والناس هتعمل لي لايك وهتكتب لي كومنتس انت شخص بتفهم كوره جدا وبتاع، وهتبقى الدنيا جميله وهلم فولورز والدنيا هتبقى حلوه يعني. بس معلش سامحوني، اختلاف الاراء مش مشكله، او مش المفروض حاجه تبقى عامله لنا الازمه دي للدرجه دي، المفروض ان احنا نختلف في الاراء بكل هدوء. الناس اللي متابعه الموضوع هتقول لي هو انت بتتكلم في الموضوع ده عن اسلام مهدي؟ الناس هتقول لي انت طالع تدافع عن واحد صاحبك؟ ايوه. امال يا جماعه مش هدافع عن واحد صاحبي يعني؟ انا بجد الكومنت ده من اغرب الكومنتس اللي جات لي، انت بتدافع عنه عشان هو صاحبك؟ ايوه يا جماعه ما هو صاحبي فانا هدافع عنه، ما هو صاحبي ده يعني مع كامل احترامي لحضرتك ومع كامل احترامي لرايك انا اعرفه اكتر منك، اسلام مش صاحبي مش 10 سنين مثلا فانا هقول لك اصل احنا متربيين مع بعض والكلام ده، مع اسهل حاجه دلوقتي على الميديا اطلع اقول لك اصل فلان ده اخويا، ده احنا متربيين مع بعض ومش عارف ايه، في ناس تستغل حاجات زي كده يعني. بس انا اعرف اسلام من فتره ومن فتره كويسه، وانا اتشرف بمعرفه اسلام مهدي واطلع ادافع عن اسلام مهدي، رغم ان الموجه عكس كده، رغم ان الموجه بتقول ان انا اطلع دلوقتي اقول لك بكل صراحه، وعلى فكره الكلام بيتبروز بشكل حلو، يعني ايه بيتبروز بشكل حلو؟ يعني سهل جدا دلوقتي اطلع اقول لك اصل بكل صراحه، لان دي وجهه نظر تحترم، فانا لما هقولها لك بالشكل ده هتعجبك. بص اسمع، انا معاك ان مفيش حد فوق النقد، ومعاك ان النادي الاهلي اهم من اي حد، ومعاك ان اي لعيب ننتقده عادي، حتى مجلس الاداره حتى الجهاز الفني، بس يا اخي في فرق بين النقد وبين السخريه، في فرق ما بين النقد وما بين التجريح في اللعيبه. مش انت نفسك حتى لما بتيجي تتكلم بتقول لا مفيش مشكله مفيش حد فوق النقد، بس انا ضد التجريح وضد ان الناس تتكلم بشكل وحش على ناس ومش عارف ايه، صح ولا مش صح؟ شوف الجمله حلوه ازاي وهتعجبك وهتقول لي والله عندك حق، بس هي الحقيقه مش ده الموقف. يعني انا
مشكلتي من امبارح ان انا اصلا مش شايف ان الاسلام عمل اللي الناس بتقوله. ويا جماعه تاني وتالت، هي وجهات نظر، ممكن نتفق مع بعض، ممكن نختلف، الموضوع بسيط خالص. بس هي القصه ما تيجي تفكر فيها بالمنطق، اللي متابع اسلام او حتى اللي بيتفرج على اسلام من فتره قريبه او اللي ما اتفرجش على اسلام ودخل جاب له فيديوهات قديمه من 5 سنين ومن 6 سنين ومن 7 سنين، هيلاقي هو اسلام زي ما هو. يا سيدي ابتدى يزود افيهات شويه، ماشي، انا عامه انا بحب اتفرج على اسلام لان دمه خفيف، غير ان انا بقتنع باغلب ارائه وبنختلف في اراء. وهقول لكم كذا مثال دلوقتي يعني، لان انا مش شايف انها حاجه عيب او مش حاجه غلط او مش حاجه المفروض ان انا اخبيها يعني، بس احنا بنختلف في اراء بتحصل، وبنختلف في اراء بكل هدوء. وكنت فاتح لايف تيك توك امبارح ساعه ما الحوار ده حصل، كنت انا اصلا لايف على التيك توك، فالناس بتقول لي في كذا 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 بيحصل على السوشيال ميديا او على الفيسبوك وبتاع. فانا واحده من الامثله اللي انا قلتها، قلت لهم يا جماعه مثلا انا واسلام قناعاتنا مختلفه في كولر. اسلام مقتنع ان كولر مدرب كويس بس مش واو، لكن هو قادر ان المنظومه تخدمه، قادر ان الظروف اللي حواليه كمان تخدمه ان هو يعمل الانجازات اللي بيعملها. انا مقتنع ان كولر مدرب كويس جدا بس عنده غلطات زي اي مدرب في الدنيا. في ناس تانية اهلاويه مقتنعين ان كولر ابيض على الابيض خالص، يعني في ناس اهلاويه مقتنعين ان كولر ده ما ينفعش يبقى مدرب. فهي اراء بننتقد ازاي. انا معاك على فكره، انا معاك جدا ان النقد ليه طريقه وان انا ما ينفعش اجرح، بس اسلام مهدي مش الشخص اللي بيجرح، او اسلام مش الشخص اللي بيطلع يتكلم يقل ادبه او يغلط او يشتم. اسلام طريقته فيها سخريه، هو ده الطبيعي على فكره. يعني لو الناس فاكره مثلا ايام باسم يوسف لما كان بيطلع ينتقد حد، الطريقه نفسها فيها سخريه، هو دي طريقتي، انا بهزر. انا واحد من الناس لما بطلع اعمل فيديوهات على حد، انا عارف ان انا عشان ما بتكلمش على الاهلي بنفس الطريقه فالناس ما بتشوفش او بتشوف ان في فرق شويه، بس انا لما بطلع اتريق على حد بعيد عن اني برد على المعلومات، احيانا ببقى بتريق كسخريه، واحيانا ببقى في ناس بسلخها. بمعنى بسلخها لما بتكلم على الساده الافاضل مثلا اعضاء هيئه المضانيق، مش معنى كده ان انا بساوي ده بده، او مش معنى كده ان انا بقول لك ايوه انا المفروض انا بنتقد الناس دي لان الناس دي مثلا بتكره الاهلي فانا بنتقدها بالطريقه دي، فيبقى الكلام ده يصلح على لعيبه الاهلي. مش ده اللي انا بقوله، بس اللي انا بقوله ان اسلام هي دي طريقته. اللي بيتفرج على اسلام من بدري او اللي هيخش يجيب فيديوهات قديمه لاسلام هيلاقي هو اسلام انفعالاته كلها سخريه، كلها هزار، كلها تريقه. انا احيانا على فكره في اللايفات اللي بعد الماتش، بس يعني الحمد لله ان دي حاجه ما بتتشافش قوي على اليوتيوب، اللايفات اللي بعد الماتش احيانا بيبقى في لعيب مستفزني او مضايقني، بتريق على حاجه بيعملها او بتريق على حاجه معينه عملها في الملعب او حاجه عملها في الماتش او حاجه عملها في المطلق. حاجه من الحاجات اللي انا بتكلم فيها بقعد اقول يعني ايه كريم نيدفيد اصلا؟ مين اللي مسميه كريم نيدفيد؟ ليه هو اسمه كريم وليد؟ ما حدش يقول لي نيدفيد عشان ما يعصبنيش. دي حاجه من الحاجات اللي انا بقولها، في ناس ممكن تتفق معايا في حاجه زي كده، في ناس ممكن تختلف، فهو الاتفاق والاختلاف دي انا مش شايف انها مشكله. المختصر المفيد اللي انا عايز اقوله من القصه دي، حاولوا اما نختلف مع بعض يا جماعه نختلف من غير ما نخون بعض. يعني انا برضو ما عنديش مشكله ان حد يختلف مع اسلام او ان حد يختلف مع طريقته او ان حد يشوف طريقته غلط، كل ده بالنسبه لي تمام. لان على فكره انا اعرف ناس قالت لي قبل كده كذا مره ان والله اسلام هو اهلاوي وكل حاجه، بس انا ما بحبش طريقته في الانتقاد، دي طريقته صعبه قوي. ماشي يا جماعه عادي مفيش مشكله، لما ما يبقاش عاجبك طريقته دي حاجه، ما انا مش شايف انها حاجه هتضايق ولا هتضايقه هو. وهو طلع امبارح اتكلم كلمتين في لايف على التيك توك، ممكن ما تكونش اغلب الناس شافته يعني، بس هو طلع اتكلم في لايف تيك توك. لايفات التيك توك ما بتبقاش مسجله او ما بتنزلش، مش زي اليوتيوب مثلا. الواحد لو طلع لايف على اليوتيوب بينزل بعد كده بيبقى كانه فيديو موجود، ممكن الناس تخش تجيبه في اي وقت. لايفات التيك توك بتخلص وتروح في ساعتها، عشان كده بقول لكم ممكن ما يكونش اغلب الناس شافته. لكن اسلام لما اتكلم امبارح، اسلام اتكلم ان هو مش زعلان من الانتقاد، هو ما عندوش مشكله. لكن ايه بقى اللي بيزعل؟ ايه اللي بيضايقه؟ عشان بس تبقى الناس فاهمه، ان حد يخش يشكك في ذمه بني ادم او يشكك في نوايا بني ادم. يا جماعه هي دي اللي وحشه، لما يبقى شخص هو شايف ان هو بيعمل كل حاجه، حتى لا تاني لو انت مختلف مع طريقته وده حقك، لو هو شخص بيعمل كل حاجه حبا في النادي الاهلي او هي دي طريقته وهو بيتكلم على الاهلي، فانت تشكك في ذمته. واحد من الكومنتات بصراحه اللي انا ما بفهمهاش، اصل اسلام بيعمل كده عشان يلم ريتش. اسلام مين يا جدعان اللي بيلم ريتش؟ يا جماعه انتم متابعين اسلام مهدي؟ وده سؤال بجد والله العظيم، مش تريقه مش تناكه مش اي حاجه، بس انتم متابعين اسلام مهدي؟ يعني انتوا عارفين ان اسلام مهدي، سيبكم من ان هو بيسلخ مع كامل احترامي سكان كوكب البليله الشقيق بكوكب البليله كامل متكامل على بعضه. انا واحد من الناس من البيك فانز بتوع سكرينات هيخه. انا سكرينات هيخه دي بالنسبه لي حاجه من الحاجات اللي انا بقعد اكل كده وافتح قدام سكرينات هيخه وابقى قاعد فطسان من الضحك مبسوط. ليه؟ لان هو بيقعد يورينا امثله من اللي احنا بنشوفها، امثله من اللي احنا بنتناقش معاها في كل حته، في شغلك في مدرستك في جامعتك في ايا كان انت في شغال ولا ما بتشتغلش ولا لسه في مدرسه في جامعه، هتشوف انت النسخ دي في الحياه. فانت لما بتشوف السكرينات دي، ايوه انا عارف هم بيقولوا كده فعلا، فبتقعد تضحك من اللي هو من
من ردوده. قصه ان انت تتكلم بقى على قصه ان النقد بتاعه عشان يلم ريتش، انا دي مش منطقيه بالنسبه لي، لان هو لما بيتشبه بناس تانية بدون ذكر اسماء، مش محتاج اذكر اسماء، انتوا عارفين انا هتكلم على مين او مين المقصود، انه يتقال اصل الاسلام بيعمل كده عشان يحاول يعمل زي فلان. هو اسلام اقدم من فلان واقدم من علان، وبيعمل الكلام ده من قبل فلان وعلان ما يظهروا اصلا على الميديا. فالكلام مش مقنع. يعني انا مثلا مش مقنع ان النهارده يتقال يا وسام انت بتقلد واحد اسمه كذا، الاقي الواحد اللي اسمه كذا ده بيعمل فيديوهات مثلا من شهر وانا بعمل فيديوهات بنفس الطريقه دي بقالي سنه. فالكلام مش منطقي. مش منطقي ان يتقال ان فلان بيقلد وسام، فنروح نبص على فلان ده نلاقي فلان ده اقدم من وسام اصلا بكتير. اكيد مش منطقي. يعني يا اما انا اللي بقلد فلان يا اما احنا مش شبه بعض، لكن هو بيقلدني ما تبقاش منطقيه. فاعتقد انتوا فاهمين وجهه نظري. اللي عايز اوصل له من الحته دي ان حاولوا يا جماعه لما نيجي نختلف من غير ما نشكك في بعض، نختلف من غير ما نقلل من بعض، نختلف من غير ما نتكلم على بعض ان فلان بيقلد وفلان بيعمل وفلان بيدور على ريتش. ليه انا كنت بقول لكم انتوا عارفين اسلام مهدي برضه مش تناكه، مش عشان اقول لك اصل انت ايه ما تعرفش مين اسلام مهدي. اسلام تقيل ما شاء الله عليه، يعني ربنا يكرمه وربنا يبارك له. بس انا بتكلم في ايه؟ اسلام واحد من الناس اللي قعد سنين مثلا بيعمل فيديوهات مش مشغل عليها اعلانات، ولا فارق مع ريتش، ولا فارق مع جن ازرق، ولا فارق مع اي حاجه، لان كده مش فارقه. اسلام واحد من الناس، ودي حاجه بقى بحكم ان انا واحد صاحبه، فانا اللي انا بقوله ده حاجات انا عارفها. اسلام مهدي بيجي له تليفونات من برامج هو اللي بيرفضها، هو اللي بيقول فلان ده بيطلع يغلط في الاهلي فانا مش هطلع اقعد معاه في برنامج، واسامي تقيله. انا مش بتكلم على برامج تحت السلم، انا بتكلم على اسامي تقيله. انا واحد من الناس على فكره قناعاتي مختلفه. يعني انا دايما بتناقش مع اسلام في الموضوع ده، ان يا عم اطلع رد. انا وجهه نظر، انا لما بتجيلي فرصه، في احيانا الفرصه الواحد بيعمل لها سكيب، بس لما بتجيلي فرصه لا انا هطلع اقعد قدام فلان او هخش اتناقش مع فلان عشان ارد عليه، عشان انا وجهه نظري ان انا المفروض اواجه الشخص ده اقول له انت بتكذب او انت بتدلس، او حتى بطريقه محترمه انت بتقول عن النادي الاهلي 1 2 3 الكلام ده ما بيحصلش، الصح 1 2 3. اسلام طريقته لا، اسلام طريقته مختلفه. انا مش هتناقش مع حد بيتكلم كده، او انا مش هخش في نقاشات مع حد بيتكلم كده عن النادي الاهلي. قناعات. البني ادم اللي بيدور على الريتش ده يا جماعه مش هيفرق معاه هيطلع فين، هيطلع في اي حته وهيطلع مع اي حد وهيتكلم في اي حته وهيدور ازاي الفيديو بتاعه يجيب ريتش ومشاهدات، هيخش يطبل لدول ويطبل لدول. اسلام عمره ما دخل يتكلم على الزمالك كويس ولا شكر في الزمالك ولا ايا كان. فنيا بعد ماتش السوبر الافريقي كلنا قلنا ان الزمالك كان احسن مننا، دي حاجه بتحصل. لما بتتكلم على ماتش تقول ان النهارده الفرقه الفلانيه كانت احسن منك ما فيهاش مشكله. واحده من الكومنتات اللي ما فهمتهاش امبارح، الناس بتقول له انت ازاي بتقيم كولر صفر؟ طب انا واحد من الناس انا ما قيمتش، انا الحمد لله معليش في قصه التقييمات دي او ماليش في الارقام. بس انا مثلا لما اتكلمت على كولر بعد الماتش انا حتى قلت جمله بهزار، قلت انا شفت امبارح جوزيه، بس الشوط الاول جوزيه بسيرو، الشوط الثاني مانويل جوزيه. شفت الفرقه طالعه من اوضه اللبس مشحونه اتكربجت فطالعه بتلعب بس بتضيع فرص، والتغييرات هي الكومنت الوحيد عندي في الشوط الثاني، التغييرات متاخره شويه. فانا كنت بتكلم بهزار ان شايف ان كولر الشوط الاول ما كانش كويس. ليه مش كويس؟ لان الفرقه كانت فكه خالص وانت ما بتتدخلش ما بتعملش حاجه. لعيب بيشوط بشماله، ومش لعيب واحد على فكره، عشان بس برضو الناس مبروزه قصه الشوطه بالشمال لامام، او ان امام بيشوط بشماله. انا امبارح وانا بتكلم في اللايف قلت يا جماعه امام بيشوط بشماله، حسين بيشوط، مش حسين انا اسف، قفشه لما نزل بيشوط بشماله، اكرم توفيق داخل كرة من اليمين شاط بشماله. فهي ايه الموضه اللي في الفرقه ان كله بيشوط بشماله؟ هي في ايه؟ انا عايز افهم ايه الفكره. هل احنا خلاص اتقنا الشوط باليمين فبنجرب؟ ما احنا عندنا مشكله يعني. بافتراض ان انت بتشوط بيمينك كويس قوي فانت عايز تجرب رجلك الشمال، ما كانش ده الماتش برضو بتاع التجربه. مش بتكلم على امام، انا بتكلم على اي لعيب. القصه بقى الجميله بتاعت ان سكان كوكب بلال الشقيق بياخدوا حتت من فيديوهات اسلام. يا جدعان واحد ماسك لهم الخرزانه ونازل فيهم لسوعه، فطبيعي ما هيصدقوا يعملوا فيه كده. ده طبيعي جدا. يعني واحد من الناس اللي كان مشاهر فيديو الاسلام مثلا، ممكن اسلام يكون ما يعرفوش بس انا شفته عشان على تويتر، الاستاذ ساره. الاستاذ ساره اللي الزملكاويه بيقولوا له اجري روح كلم صاحبك، فيروح ويجي يقول لهم انا كلمت احمد سليمان وقال لي وعد لي. دي الشخصيات اللي طالعه تتكلم على اسلام مهدي، الشخصيات اللي بتحاول توقعنا احنا في بعض عشان هم شايفين ان في اهلاويه بيدوهم على نفوخهم فهم عايزين يوقعوهم. فيا ريت تصحوا وتبقوا فاهمين الكلام ده. تاني وتالت ورابع، انا ما عنديش مشكله ان حد يكون معترض على الطريقه، والله ما عندي مشكله، ما هي اراء يا جماعه. انا لو في حد اهلاوي قال لي انت دمك تقيل ولا انت ما بحبش الفيديوهات بتاعتك ولا ايا كان، حاجه هتضايقني، لان ما بحبش ان حد اهلاوي يقول لي كده، او ما بحبش ان حد اهلاوي يكون شايفني كده. لان انا في الاخر المحتوى بتاعنا بعمله عشان مشجعين الاهلي او عشان النادي الاهلي، عشان انا عايز الاهلاويه هم اللي يتفرجوا. انا مش عايز حد زملكاوي، مع كامل احترامي ليهم تاني، مش عايز حد زملكاوي يخش يتفرج عليا، انا مش فارق مع كامل احترامي تاني، مش فارقين معاه خالص خالص والله. احيانا بيبقى عندي ناس بالذات في لايفات التيك توك، في كام شخص كده انا عارفهم حتى بالاسم، يخش يقول لي انا زملكاوي بس انا بحب اتفرج عليك. يا سيدي على دماغي والله، ما اعرفش ازاي بس انت على دماغي وشخص محترم وكل حاجه، بس انا ده مش هدفي خالص. انا ما بدورش على ان حد زملكاوي يتفرج عليا، لان انا مش الشخص اللي المفروض ان انا بقدم كونتنت يعجب حد زملكاوي. ففي لكل قاعده شواذ وكل حاجه. في ناس ممكن ما يعجبهاش، زي ما في ناس اهلاويه ممكن ما يعجب، او انا اسف في ناس زملكاويه ودول هيبقوا عدد قليل جدا ممكن يعجبهم اللي انا بقوله كطريقه كايا كان، مش لازم الكونتنت نفسه او مش لازم الحاجه نفسها اللي انا بقدمها. زي ما في اهلاويه برضو ممكن ما يعجبهمش الحاجه اللي انا بقدمها. ده استثناءات لكن ده مش الطبيعي.
نفس الفكره بالنسبه لي اسلام مهدي. في ناس بتخش تقول لي اسلام مهدي الكلام ده، في ناس طبعا، عشان في ناس بتتكلم في الحته دي، في ناس بتقول والله انت دمك خفيف وحياه ربنا. انا بالنسبه لي يا جدعان، هي الكوره دي حاجه صباح الفل، الكوره دي حاجه احنا اصلا بنرفه بيها عن نفسنا. فلو في حد شايف ان حد دمه خفيف مثلا، او حد بيفهم وطريقته لطيفه وطريقته على قلبه خفيفه فبيخش يسمعه، انا مش شايف ان دي فيها مشكله اساسا. بقى حته ان احنا نسيب كل الكلام ده كله ونسيب كل اللي الاسلام بيعمله، ونسيب الفيديوهات اللي الاسلام بيقعد يتكلم فيها ويدافع عن الاهلي وردوده ودنيته والحاجات اللي الواحد بقى بيشوفها بعينه بحكم ان انا متابع جيد لاسلام، ونيجي نمسك في حته فيديو 20 ثانيه عشان احنا معترضين عليها، اللي تاني وتالت انا مش ضد ان حد يعترض او يختلف في الراي، لكن عشان حته زي كده ابتدي بقى مصدق وراح يلا بينا طير عشان نخلص منه، انا دي اللي مش عجباني. فلو سمحتوا ما تتسقوش، او بلاش كلمه ما تتسقوش عشان عيب، بس ما تخلوش الناس تاثر عليكم، الناس اللي عايزه اللي زي اسلام مهدي في الميديا الاهلاويه يقعوا، لان دول عاملين لهم صداع. حد بيعرف يرد، حد بيطلع فضايحهم، حد بيطلع يدافع عن اللعيبه. اسلام مهدي اللي متابعه كويس عارف ان لحد النهارده سكرينات هيخه اول صوره بيحطها وراه اللي هو بيسميها شد انتباه او لفت انتباه، حاطط صوره امام عاشور بافريقيا. وبقاله كذا حلقه في سكرينات هيخ يطلع يقول لك قلبي مش مطوعني، عايز اجدد واغير لفت الانتباه، بس مش قادر اشيل صوره امام وهو ماسك افريقيا. طبعا بيقعد يتكلم. واسلام مهدي كان معاه في بودكاست من حوالي 5 شهور، غير برنامج العلقه الحلقتين اللي احنا عملناهم ورا بعض دول، كان معاه في بودكاست الكوره للجماهير من حوالي 5 شهور تقريبا او من 6 شهور، مش فاكر والله، حاجه في الحدود دي. فكان في رمضان اللي فات كنا بنتكلم انا وهو في قصه امام عاشور، وقعد يدافع عن امام ويتكلم عن امام، ده طبعا غير في حلقاته، بس انا بكلمك بقى في حاجه معايا، انا كنت قاعد انا اللي بتناقش معاه وقاعد انا بتكلم معاه. حاجه حلوه جدا انك تدافع عن اللعيب بتاعك، حاجه حلوه جدا انك تحمي اللعيب بتاعك او جهازك الفني او مجلس ادارتك او ايا كان، لكن مش معنى كده ان في حد فيهم فوق الانتقاد، عشان الناس تبقى فاهمه. اي حد ممكن ننتقده، اي حد ممكن نتكلم عليه تاني وتالت من غير تجريح. انا واحد من الناس، وده حكم انا وممكن نختلف، ان انا بشوف ان السخريه او الهزار مش حاجه تجريح اساسا الا لو انا غلطت في لعيب. لكن اما اقعد اقضي الموضوع بتريقه او بهزار او مش عارف ايه، ودي طريقتي اصلا ان انا كده كده بهزر، انا ما بشوفش ان ده تجريح او ما بشوفش ان دي حاجه تضايق. يا جماعه نختلف في الاراء، ممكن تتفق معايا او تختلف، مفيش مشكله. وارد ان ناس كتيره ممكن ما يعجبهاش الكلام اللي انا بقوله، انا اسف، بس انا مش طالع عشان اتكلم على ترند، او مش طالع عشان امشي مع الموجه، او مش طالع عشان اشوف الدنيا ممكن ايه اللي يخلي الفيديو بتاعي يضرب ويمشي وتبقى الدنيا حلوه والم فولورز ولا الم سبسكرايبرز ومش عارف ايه. انا طالع اقول رايي، طالع اقول وجهه نظري. اتمنى ان الناس اللي موافقه الراي ده، طبعا على دماغي من فوق، تتكلم في نفس الموضوع. اتمنى ان الناس اللي تختلف مع الراي ده نتناقش مع بعض عادي بكل ادب وبكل احترام. وفي الاخر اعرفوا كويس مين اللي ما بيدورش على مصلحه، مين اللي ما بيدورش على انه يتقرب من فلان او يتقرب من علان عشان يوصل لخبر ولا يوصل لمعلومه ولا يطلع مش عارف فين، مين اللي همه الاول والاخير النادي الاهلي، نقطه، خلص الموضوع. همه الاول والاخير النادي الاهلي بس. انا طالع عشان اتكلم على الاهلي، طالع عشان ادافع على الاهلي. اعرفوا الناس دي كويس وخليكم في ظهرهم، حتى لو بتنتقدوهم انتقدوهم الانتقاد اللي يوديهم للصح، مش تساعدوا ان الناس اللي عايزين يخلصوا منهم تبقى انتوا اداه في ايديهم، او تبقى انتوا واحده من الادوات اللي بتساعدهم ان هم يخلصوا على الناس دي. اعرفوا الكلمتين دول كويس ومسيركم في يوم هتفهموهم. وخلينا فاكرين الكلمه اللي اتقالت قبل كده من الكابتن صالح سليم: الاهلي فوق الجميع، لا مصالحي ولا مصالحك ولا مصالح الجن الازرق المفروض نتكلم فيها، يا ريت الناس تفوق.